يعني لو حواليكِ ناس سلبية ابعدي عنهم، فاتجنبي أي حاجة بترجع لِك أنتِ بسلبية، لإن نفسيتِك أهم شيء في الكون. بنات عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. مبسوطة أوي من كم الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي، حقيقي حقيقي مبسوطة أوي إن الحلقات بتفيدكم وبتساعد ولو بحاجة بسيطة أوي إنها تغير منكم للأفضل، ودي رسالتي أصلًا اللي حابة أوصّلها من خلال الchannel بتاعتي، إن أنا أخلّيكِ وأساعدِك إنِّك تكوني أفضل من نفسِك. وفي حلقة النهارده هنشوف إزاي هنستغل الأجازة صح، إزاي الفترة الجاية والأجازة الصيفية الطويلة دي نستغلها لصالحنا، نستغلها في إننا بعد ما نرجع هتلاقي بعد ما ترجعي الناس تقول لِك أنتِ إيه اللي حصل لِك، أنتِ إزاي بقيتِ أهدى، بقيتِ أذكى، بقيتِ أجمل، اتحسنتِ، جسمِك اتحسن، بقى عندِك مصدر دخل ولو بسيط، كل ده هيحصل لو استمريتِ ومشيتِ على الخطة اللي هنقولها النهارده. وفي ناس تانية هتكتشف إنها بعد الأجازة الصيفية إنها ضيّعت وقتها كلّه في النوم، في التيك توك، في الscrolling، في المسلسلات وهتندم. فأنتِ حابة تكوني مين فيهم؟ حابة تكوني الشخصية اللي بعدين هينصدموا من اللي حصل لها والتغيير الكبير اللي حصل لها، والناس هتقول إزاي بقيتِ أجمل، بقيتِ أهدى، بقيتِ أشطر، بقيتِ أذكى، والّا حابة تضيّعي وقتِك كلّه في النوم وفي الscrolling وفي المسلسلات وفي التيك توك وفي الحاجات دي كلّها؟ فأنتِ لازم تقرري من دلوقتي أنتِ حابة تكوني مين فيهم. لو حابة تكوني الشخصية التانية وتضيّعي وقتِك كلّه من غير أي فايدة، فاقفلي الفيديو ده مش مفيد ليكِ ولا هتستفادي منه أي حاجة. ولكن لو حابة تكوني الشخصية الأولى فكمّلي وتابعي معايا، وإن شاء الله في الأجازة الصيفية هتوصلي لأفضل نسخة من نفسِك، وبعد ما تخلص الأجازة ونرجع للدراسة والشغل والحياة العملية والحياة الدراسية، الناس هتنصدم من اللي أنتِ وصلتِ له. طيب ليه معظم الناس بتضيّع نفسها أو بتضيّع الأجازة عليها؟ أول حاجة وَهْم لسه بدري، أنتِ معيّشة عقلِك إنه لسه بدري، لسه بدري إني أعمل ده، لسه بدري إني آخُد الكورس ده، لسه بدري إني أطوّر نفسي في الحاجة دي، فأنتِ عايشة في وَهْم لسه بدري، لسه بدري. تاني حاجة السوشيال ميديا، أنتِ وقتِك كُلّه رايح على الscrolling على السوشيال ميديا، على التيك توك، على شوف دي عملت إيه ودي نزّلت إيه ودي راحت فين ودي جات منين، فأنتِ وقتِك ضايع، وقتِك كُلّه ضايع، فأنتِ مش هتعملي حاجة. تالت نقطة المماطلة. دايمًا مماطلة، دايمًا في تأجيل، دايمًا في كسل، وده بيحصل لإن ما فيش هدف واضح، فعدم وجود هدف واضح هيخلّيكِ متشتتة دايمًا ومش عارفة تعملي أي حاجة، فعقلِك بيختار الراحة بدل التطوير، فالأجازة مش وقت راحة، الأجازة هي الوقت الوحيد اللي تقدري تعيدي فيه تشكيل حياتِك كلّه. أهم حاجة قبل ما تبدأي اسألي نفسِك بعد 3 شهور أنتِ عايزة تكوني إزاي، عايزة تكوني إزاي في علاقاتِك، في شكلِك، في جسمِك، في صحتِك، في نفسيتِك، في دينِك، في فلوسِك، في دراستِك، في كل حاجة. تسألي نفسِك أنتِ عايزة تكوني إيه في كل الجوانب، فأنتِ تشوفي كل جانب وتسألي نفسِك في كل جوانب حياتِك قبل ما تاخدي الخطوة وتبدئي، علشان بعدين تشوفي أنتِ اتطورتِ ووصلتِ لغاية فين. طيب إزاي يا راغدة أطوّر نفسي في كل جنب؟ نمسك جنب جنب. أول حاجة في صحتِك، أول وأهم حاجة النوم، النوم، النوم. أنتِ لازم تضبطي نومِك، لازم تنامي كويس، لازم ننام 7 ساعات أو 8 ساعات، ده النوم الكافي ويكون مضبوط، يعني مثلًا تنامي من 22:00 تصحي 5:00 ده النوم الصحي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "بارك لأمتي في بكورها." فإنِّك تقومي بدري أصلًا دي بركة لوحدها، فأول حاجة إنِّك تضبطي نومِك. حاولي كمان تحرّكي جسمِك، حاولي تتمشي ولو ربع ساعة يوميًا، خلّي دايمًا في نشاط وفي حركة في جسمِك، لو حابة تنزلي تروحي الgym روحي، العبي رياضة في الgym أحسن وأفضل بكتير، وحاولي تدخّلي لجسمِك مَيّة كافية، حاولي تشربي مَيّة كافية خلال يومِك لإن جسمِك بيحتاج مَيّة بشكل كبير. الأكل، حاولي تاكلي أكل صحّي، عارفة إن كُلّنا
بناكل أكل من برّه، وعارفة إن الfast food أسهل وأسرع حاجة، وإن أكل برّه ألذ وكل حاجة، بس ده مُضِر، وأنا كرغدة أنا باكل أكل من برّه وكتير جدًا، فأكل برّه والله مش مفيد ومش حلو لصحتنا، فأنا باحاول أدخّل أكل صحّي لجسمي، إن أنا أكتّر من الخضار، أكتّر من الفاكهة، أحاول أقلل الأكل اللي فيه زيوت، الأكل بتاع برّه، كل ده مُضِر، فإحنا نحاول نهتم بالأكل اللي بيدخل جسمنا. تالت مش عارفة تالت إيه دي، مش عارفة النقطة الكام. المهم إن إحنا نعرّض جسمنا لأشعة الشمس، لازم نتعرّض لأشعة الشمس. الشمس اللي هي من فترة الصبح لغاية قبل الضهر، الشمس دي حلوة أوي، لكن بعد كده الشمس بتكون عمودي فالموضوع بيكون أصعب، فحاولي تعرّضي جسمِك لفترة اللي هي الفترة الصباحية يعني، فعرّضي جسمِك للشمس. كمان حاجة الفيتامينات، لو أنتِ عندِك مشكلة مثلًا أو أي حاجة فاعملي تحاليل وشوفي إيه الفيتامين اللي ناقص لجسمِك، وحاولي تخلّي الدكتور يكتب لِك على فيتامينات مناسبة ليكِ. كل ده عوامل هتساعد صحتِك، كل دي عوامل هتساعد صحتِك إنها تكون أفضل وتكون أحسن. طيب تاني جنب أو تاني نقطة، أنتِ هتعملي glow up لشكلِك، هتعملي glow up بشرتِك، شعرِك، جسمِك، أسنانِك، نضافتِك الشخصية، لبسِك، كل الحاجات دي. أول حاجة شعرِك، اعملي حمام زيت، أنا مش هاقول لِك تجيبي منتجات ب200.000 والحاجات دي كلها لأ، في الbasic في الأساسيات بس. حاولي تعملي حمام زيت أسبوعيًا لشعرِك، يكون حمام زيت مناسب لنوع شعرِك. تاني حاجة تجيبي أي شامبو يكون مناسب لفروة راسِك، وتجيبي بلسم وتجيبي حمام كريم يكونوا مناسبين معاكِ. وكمان حاجة، إحنا في فترة الصيف القشرة بتزيد أوي عندنا، بتزيد بشكل كبير، فأنا عندي حاجتين شامبو ومحلول، الاتنين دول أكتر حاجتين استخدمتهم وجابوا نتيجة مع شعري. لحظة أجيبهم. شامبو سلينجن أهو، ومحلول كريلا أهو، دول أكتر حاجتين جابوا نتيجة مع القشرة عندي. أنا مش عارفة بصراحة هل مع الكل هيجيب نتيجة والّا لأ، بس دول أكتر حاجتين استخدمتهم وجابوا نتيجة للقشرة عندي، وحقيقي اختفت جدًا، وخصوصًا المحلول ده للشعر. بشرتِك، حاولي تجيبي غسول مناسب ليكِ، غسول مناسب لنوع بشرتِك، ومرطب وsunblock عشان إحنا في الصيف والشمس هتبهدل. دول الحاجات 3 حاجات أهو، غسول مناسب لبشرتِك، مرطب، وsunblock. ولو الدنيا تمام حاولي تجيبي سيروم فيتامين سي، ده لبشرتِك. أسنانِك طبعًا يوميًا اهتمي بنضافة أسنانِك. ريحتِك يوميًا خدي shower، اهتمي بجسمِك، حاولي تجيبي shower مناسب كمان لنوع جسمِك، وحاولي دايمًا يوميًا تاخدي shower سواء قبل ما تنزلي أو أول ما ترجعي من برّه. ولجسمِك حاولي كل شهر مثلًا تعملي حمام مغربي في البيت، تحفة، 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 هيجدد خلايا الجلد عندِك دايمًا، ولو عندِك أي مشكلة أو أي حاجة في جسمِك هيشيلها. الجانب اللي بعد كده هو نفسيتِك. نفسيتِك يا عزيزتي لو متدمرة فأنتِ مش هتعرفي تعملي حاجة، مش هتعرفي تتقدمي، فدايمًا حاولي تهتمي بنفسيتِك. اكتبي، فرّغي كل اللي جواكِ عن طريق الjournaling والكتابة. كنت عاملة لكم فيديو قبل كده عن الكتابة والjournaling، هاسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، روحوا اسمعوه هتلاقوا تفسير أكتر عن الكتابة والjournaling. حاولي يعني امتنان، حاولي تكوني ممتنة دايمًا، خلّي عندِك امتنان من جواكِ. حاولي تتأملي، يعني أنا لمّا مثلًا في فترة بعد الفجر دي لمّا باقف كده وأتأمل السما وأتأمل الكون، يعني باحس قد إيه النفسية دي ولا حاجة. فتتأملي دايمًا، خلّي عندِك امتنان ورضا دايمًا. حاولي تشوفي إيه الحاجات اللي بتضايقِك تتجنبيها. يعني لو حواليكِ ناس سلبية ابعدي عنهم، فاتجنبي أي حاجة بترجع لِك أنتِ بسلبية، لإن نفسيتِك أهم شيء في الكون. وزي ما قُلت لِك لو بجد عندِك مشاكل قوية ومش قادرة تحليها روحي لtherapist.
مفيهاش عيب ولا فيها أي حاجة. روحي لثيرابيست، لو قادرة إنك تروحي لثيرابيست روحي لثيرابيست، الموضوع هيفرق جدا معاكي. الجانب اللي بعد كده هو دينك. لو علاقتك بربنا اتحسنت كل حاجة هتتحسن. فصلاتك لو مقصرة في صلاتك التزمي، لو حابة تضيفي ورد قرآن يومي ضيفي. دايما الأذكار، خلي الأذكار دايما على لسانك، أذكار الصباح والمساء قوليهم. قبل ما تنامي اقري سورة الملك، بعد كل صلاة اقرأي آية الكرسي. كل الحاجات دي بجد هتفرق معاكي بشكل كبير. وزي ما قلتلك لو علاقتك بربنا اتحسنت والله كل حاجة حواليكي هتتحسن، وكل حاجة حواليكي هتمشي كده ببركة ربنا. الجانب اللي بعد كده، وده بالنسبة لي أهم جانب، العقل. العقل العقل عقلك لو مليان بمعلومات وحاجات مفيدة هتلاقي نفسك في حتة تانية، هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فلو عايزة تقرأي كتب اقرأي، بجد القراءة تحفة. القراءة بتساعدك انك توسعي مداركك، اقرأي. انا حاليا بقرأ كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية، وممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنه لانه بصراحة الكتاب ده مميز جدا وانا بحبه جدا. بيتكلم عن 7 جوانب مهمين قوي. كمان اسمعي بودكاست، لو مش بتحبي القراءة اسمعي بودكاست. هتلاقي ملايين البودكاست على اليوتيوب، جوانب كتير جدا، جوانب اجتماعية، جوانب نفسية، جوانب صحية، كل الجوانب معمول عنها بودكاست. اليوتيوب ده كنز، انت لازم تستغلي اليوتيوب صح، لازم تبحثي عن حاجات مفيدة وحاجات تطور عقلك. فاليوتيوب مليان مصادر ومعلومات خطيرة. فزي ما قلتلك عقلك مهم، عقلك مهم جدا، علشان لما تقعدي في أي قعدة وفي أي مكان وتلاقي الناس بتتكلم في حاجات، هتلاقي نفسك لما عارفة الحاجات دي هتردي وهتتناقشي وهتتكلمي وهتشوفي آراء ده وآراء دي، وهتلاقي آراء كتير مختلفة. لكن لما بيتكلموا على موضوع انت مش عارفة الموضوع، فانت ما عندكيش أي خلفية عن أي حاجة، فهتفضلي قاعدة ساكتة وتقولي يا ريت لو كنت عرفت الحاجة دي، يا ريت لو كنت قريت عن الموضوع ده. فانتي نمي عقلك، طوري عقلك، استثمري في عقلك. انتي لازم تستثمري في نفسك، انتي استثمري في نفسك. والاجازة انسب وقت، ما فيش حاجة في ايدينا. احنا في فترة الدراسة كنا مش عارفين نعمل ده بشكل كبير لان فترة دراسة وبعدها امتحانات وكده، ولكن الاجازة استثمري بكل الطرق في عقلك، استثمري في نفسك بشكل كلي. عايزة تتعلمي لغة ضيفي خصوصا الانجليزي، خلي الانجليزي لمدة 30 دقيقة في يوم. يعني وانت بتعملي اي حاجة حواليكي شغلي فيديو بيتكلم انجليزي واسمعيه. احنا الاطفال بندخل لهم اللغة ازاي؟ عن طريق السمع، بعد كده الكلام، بعد كده الكتابة، بعد كده القراءة. فهم 4 مهارات رئيسيين: الاستماع والتحدث والكتابة وبعدين القراءة. دول أهم 4 مهارات. فأنت تضيفي الإنجليزي بالطريقة دي، وخصوصا الإنجليزي لأن الإنجليزي مهم جدا، وأغلب الكورسات دلوقتي اللي بتحولنا بقت بالإنجليزي، وخصوصا مع تطور التكنولوجيا والاي اي والحاجات دي كلها. فأنت بقيتي محتاجة الإنجليزي، هي ما بقتش مهارة وما بقتش رفاهية. خصوصا لو انت حابة تتعلميها تمام. شوفي انت حابة تتعلميها ليه. مثلا هتاخدي كورس مثلا في انجليزي، هتسافري مثلا دولة محتاجة اللغة الانجليزية. لكن لو انت مش هتعملي حاجة يعني ما تضيعيش وقتك لو انت مش حابة تتعلمي اللغة. وبدل ما تتفرجي على ناس ناجحة حاولي تبقي زيهم. ففي مهارات ممكن تكتسبيها تغير لك حياتك، زي الماركتينج، الاي اي، البرمجة، التصميم، كتابة المحتوى او حتى صناعة المحتوى. وبالمناسبة لو حابة تبدأي صناعة محتوى وخايفة ابدأي، انا بقولك ابدأي بالاساسيات اللي عندك. انا قدامي الموبايل اهو، انا بصور بالموبايل عادي جدا، فابدأي بالمتاح.
ما تقوليش أنا هستنى أجيب الكاميرا دي، ده أنا هستنى أجيب الإضاءة بقى والsoft box والring light والحاجات دي، لأ، أنا إضاءة أهي صغيرة وجبتها بعد فترة. يعني أنتِ لو شُفتوا فيديوهاتي القديمة هتلاقوا الإضاءة كانت أضعف من كده بكتير. فابدئي بالمتاح، حاولي دايمًا ت تسهّلي الأمور وتبسّطيها على نَفْسِك وتبدئي بالمتاح. وحاولي تتعلمي مهارة تدخّل لِك مصدر دخل، تدخّل لِك فلوس. اتعلمي مهارة حتى لو بسيطة ولكن هتساعدِك تدخّل لِك مصدر دخل ولو بسيط، لإن أنتِ في كل الجوانب كمان محتاجة يكون ليكِ مصدر دخل شخصي حتى لو بسيط جدًا، بس يكون ليكِ مصدر دخل من اجتهادِك وتعبِك أنتِ، علشان هتحسّي بوقتها بفخر كبير جدًا. الجانب المهم العلاقات، اختاري صحابِك صح، اختاري صحابِك بعناية، اقطعي مع العلاقات المؤذية، اقطعي مع الناس اللي بتسبب لِك إحباط دايمًا، اتعلمي التواصل الcommunication skills، مهارة التواصل دي مهمة جدًا، اتعلمي تقولي لأ، دي حاجة مهمة وحاجة لازم الشخص يحترمها، إن أنا لو طلبت حاجة من حد أو قُلت لحد على حاجة وقال لي لأ، فأنا هاحترم الشخص ده، لأ من غير أي مبررات. أنا قُلت لشخص مثلًا أقول لصاحبتي يالّا نخرج، لأ، خلاص أنا مش هاقعد أقول لها لأ ليه وليه، لأ، هي ممكن تكون ظروفها مش مناسبة إن أنا أنزل ونخرج. وكمان حاولي تشتغلي على نَفْسِك، على ثقتِك بنَفْسِك، على الكاريزما، على الهدوء، على الالتزام، على الانضباط، حاولي تشتغلي على كل الحاجات دي. والاستمرارية، الاستمرارية هي أساس كل حاجة. أنتِ هييجي عليكِ وقت هتفقدي الشغف، هتكوني محبطة، هتكوني مش قادرة تعملي أي حاجة، ولكن الاستمرارية هي أساس كل ده. وعادي جدًا لو وقعتِ وهتُقعي وده طبيعي جدًا، ولكن المشكلة مش لمّا هتُقعي، المشكلة إنِّك تُقفي وتكمّلي. فأنتِ ما تعتبريش إن الوقعة دي هي النهاية، لأ، طبيعي جدًا هتُقعي، طبيعي جدًا هتفشلي، فلمّا ييجي اليوم ده اللي هو اليوم اللي مش مثالي، ما تقوليش خلاص كده نهاية العالم، لأ، اليوم مش لازم يكون مثالي بنسبة 90% حتى. فأنتِ لو اليوم مشي مش زي ما أنتِ عايزة، عادي كمّلي، حتى لو هتكمّلي الساعة 23:00 كمّلي اللي أنتِ عايزاه واللي أنتِ عايزة توصلي له، وبعد 90 يوم مش هتبقي أغنى شخص ولا هتبقي أنجح شخص، ولكن هتكوني شخصية مختلفة، هتكوني إنسانة بطباع مختلفة، فهتكوني فخورة بنفسِك واللي وصلتِ ليه، لإنِّك أخيرًا وصلتِ للشخصية اللي كنتِ بتحلمي توصلي لها وكنتِ مستنياها وكنتِ راسمة لها خطط كتير جدًا. وابدئي من النهارده، ما تستنيش بداية الأسبوع ولا بداية الشهر ولا يوم كذا ولا الساعة كذا، ابدئي من دلوقتي، بعد ما تقفلي الفيديو ده ابدئي من دلوقتي. هو الفيديو ده هيبقى طويل حبتين عشان أنا قُلت فيه كل اللي عندي وقُلت فيه الخلاصة لمدة 90 يوم، فبعد ما تقفلي الفيديو ده جيبي ورقة وقلم وابدئي خططي، ابدئي اكتبي أنتِ عايزة تعملي إيه الفترة الجاية كلها. واكتبوا لي في الكومنتات أول هدف هتبدأوا بيه رحلة ال90 يوم الجايين، اكتبوا لي في الكومنتات هاقرا كل كومنتاتكم، وكمان تابعوني على الإنستجرام عشان إن شاء الله هنتابع كل اللي هنعمله مع بعض على الإنستجرام يوميًا، اللي هو هنصحى بدري هنشوف هنعمل إيه خلال اليوم، يومنا هيمشي إزاي، هنتابع مع بعض كل الحاجات دي. وبس دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى أكون قُلت كل اللي عندي، وأتمنى تبدأوا فعلًا رحلة التغيير، وأشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.